السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله جايين بفيديو جديد كله حماسه كده ونشاط باذن الله. عايزه اقول لكم النهارده الجو كان حلو جدا والدنيا صافيه، فان شاء الله يوم كده يوم يعني بادئ كده بيوم حلو يعني ومريح للاعصاب. بص بقى، اول ما صحيت من النوم قلت اول حاجه اشغل كده غساله، يعني اشغل غساله على دوره كده فيها الوان، عشان ايه اخلص من الهدوم متبقاش ايه متكومه عندي يعني على طول. فحطيت اول حاجه الغسله وقلت بقى ان انا هبدا بيها عقبال ما تتغسل وكده، اكون بقى انا خلصت اللي ورايا واكون يعني ظبطت الدنيا وكده. دايما انا بحب اعمل الحوار ده الصبح. ليه يعني؟ عارفين انتوا لما بتكسبوا وقتكم ان انتوا مثلا تشغلوا الغساله وعقبال ما تخلص تكونوا انتوا خلصتوا كذا حاجه، ولما تخلصوا تلاقي خلصت فتنشروا، فتحسوا ان انتوا استفدتوا بالوقت يعني. فانا قلت بقى انا دايما ببدا اليوم عندي بالغسله يعني. فحطيت الغساله بقى هتقعد بقى ساعه وتقريبا و40 دقيقه، فقلت يكون ايه خلصت اللي ورايا يعني ان شاء الله. وايه وفي الاخر بقى انشر على طول. دخلت بقى على المطبخ، قلت بقى اما اروق ترويقه كويسه كده، لان هو ايه امبارح كنا متعشيين بقى، كنا عاملين سهره بقى قدام التلفزيون وفشار وكده، فالدنيا كانت متبهدله. فقلت بقى ايه قلت خلاص الصبحيه اقوم بقى اظبط الدنيا يعني وكده. بصوا بقى هنا انا كنت خلاص فطرت، يعني صحيت الصبحيه وفطرت البنات وخلصت كل اللي ورايا يعني. وبعد كده قلت بقى ايه طب ما بقى فطرنا بقى وبقينا تمام، ما اخش بقى على المطبخ بقى اشوف بقى غسيلي، اشوف مواعيني، اشوف مطبخي. وكمان لسه عايزه يعني همشي كده على الشقه كذا حته في الشقه اخلصها عشان تبقى ايه يعني احافظ على اللي احنا وصلنا له. ان انا الشقه كنت انا يعني كنت فرشيها خلاص بعد التجديدات وكده، فكنت عايزه بقى ايه ان انا ما اسيبهاش تتبهدل قوي يعني. فقلت اول ما باول يعني اظبطها يعني والم اللي فيها وايه واخلصه. بصوا بقى هنا كان عندي المطبخ هنا ما كانش فيه حاجات كتير، بس كان فيه يعني إيه حاجات مش متظبطه. بعتذر على صوت بنوتي يعني كانت بتعيط فسكتها وجيت. إيه فبس كنا بنقول ايه فالمطبخ بقى ايه يعني كان ما كانش في حاجات كتير يعني او مش متبهدل قوي. فانا قلت بقى ايه المع بس كده الرخامات، احط كل حاجه مكانها في السريع، يعني ايه كل حاجه تخش مكانها عشان الدنيا بس تروق عندي وابدا بقى ايه اشوف اي حاجه على الرخامه ديت لو مش نضيفه احطها بقى في الحوض. يعني أنا كده أو قبل ما ابدا يعني في المواعين احب ان انا امشي بقى على الرخامات، المع اي حاجه ما مش في مكانها هدخلها مكانها، هدخلها تلاجة، ادخلها مثلا دولاب الخزين، اسمه دوت يعني اظبط الدنيا، بحيث لما اجي اقف على الحوض ما يبقاش ورايا حاجه تانية مش متبهدله. يعني لما اقول خلاص انا هبدا مثلا في المواعين وخلاص خلصت المواعين، ما ارجعش مثلا الف ورايا او الاقي مثلا حاجه على الرخامه لسه هتتغسل، حاجه مثلا على البوتاجاز متبهدله مثلا ولسه مثلا طاسه او حله او حاجه على البوتاجاز هعمل فيها حاجه، حاجه مثلا في الفرن مثلا صينيه او حاجه. فببدا كده الاول يعني المع الرخامات واظبط الدنيا يعني دي اسمها ترويقه المطبخ بالنسبه لي. اي حاجه تخش مكانها، اي حاجه مش نضيفه تخش تروح الحوض. فاهمين قصدي؟ بس بقى جمعت هنا بقى المواعين بتاعه الحوض واسمه دوت. قلت بقى ايه اخش اغسلها في السريع كده، دفيت ميه يعني شغلت اللي هو اسمه ايه شغلت السخان، يعني ان انا احط الميه الدافيه يعني عشان اغسل بقى ايه المواعين. بصراحه الميه الدافيه بتبقى حلوه قوي يعني بتخلي المواعين بتبقى بتلمع كده وبتزيق في ايدكم وبتبقوا مسيطرين عليها. وبالذات بقى اللي هو الصابون المواعين لما يكون نوعه كويس وبيرغي كده وبينضف، فتحسوا ان انتوا يعني ايه المية الدافية مع صابون نوعه كويس بتحسوا ان الموضوع فرق معاكم وان المواعين كده بتخلص بسرعة وانتوا بتنجزوا فيها يعني. عامة اصلا بحب غسيل المواعين، يعني احب ان انا اشوف الحاجة كده وهي بتنضف في الرغاوي كده يعني. اي نعم طبعا مش يعني مش الحب اللي هو مثلا اقول لك انا عايزه 24 ساعه في المطبخ، لا بس يعني الحاجات اللي في شغل البيت اللي لما بعملها مبقاش حاسه انا متضايقه قوي. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى انا هنا عاوزه انجز المطبخ وانجز الشقه، لان انا كنت عايزه ان انا ابيض الانتريه. تمام. بس موضوع الانتريه دوت يعني بالنسبه لي تقيل شويه على قلبي. ليه؟ لان احنا في شتاء، الحاجه بتاخد وقت، وهو كمان يعني عيالي مش مديني فرصه. انا معايا بنوته صغيره بتزحف، يعني طلعت عيني حرفيا يوم الجزامه، ولما عملت الجزامه وعملت الترابيزه طلعت عيني حرفيا فيهم. يعني كنت كل 5 دقايق كانت تجري تسحب بسرعه حد يشيلها قبل ما تلمس حاجه. فكنت نحطها مثلا في اوضه ونقفل مثلا الباب علينا ونفضل قاعدين في الاوضه، تعيط عشان الباب يتفتح. يعني هي اي باب مقفول قدامها بصريخ وصوت عايزه تفتحه. فانا مش عارفه بصراحه يعني ادهنه ازاي وهي موجوده معايا. حتى لما بتنام مثلا هتنام مثلا ساعه ساعتين هتصحى برضو تبقى عايزه تروح عند اي حاجه يعني ممنوعه، هي بتحلو في عينيها. فانا عايزه ادهن يعني الانتريه، لان بصراحه الانتريه خلاص الوقت ازف مني وخلاص يوم الجمعه الجايه عيد ميلادها، فانا عايزه الحق اعمله وينشف قبل يوم الجمعه. فاللي هو بقى مش عارفه كسلانه ليه ويعني حاسه الموضوع تقيل على قلبي. فعايزه بقى كل اللي وصل معايا لحد هنا حطوا لايك وكومنت، وانزلوا اكتبوا لي كومنت قولوا لي
قولوا له إيه، ما تتكسليش وتشجعي، قومي النهارده بالليل اعملي الانتريه. تمام. يعني ايه، انا يعني عارفين انتوا، انا محتاجه حد يحمسني، وفي نفس الوقت مش عارفه، حاسه ان انا تقلانه قوي عليه، يعني اللي هو حاسه ان انا هاخد وقت فيه، وفي نفس الوقت انا شايله هم ما بعد ما ادهنه ان هو ينشف وكده. وبعدين انا عايزاه الحق ينشف برده، عشان ما يبقاش برده الناس اللي جايين يخشوا البيت يبقوا شامين ريحه يعني اللي هو ايه دهان وكده. تمام. انا هنا كنت خلاص المواعين، قلت بقى مغير الباسكت الزباله، وكمان الارض بقى كانت عندي متبهدله برده، فقلت اعملها كده بالمكنسه. هي الشقه عندي مش متبهدله لدرجه ان انا اشيل وامسح فاهمين قصدي. فقلت بقى ايه، انا يعني همشي على كل حاجه كده فيها يعني ايه بالمكنسه، الم بقى الترابه، الم فيها اي حاجه، تبقى الدنيا معايا نظيفه، وفي نفس الوقت إيه يعني اكون كده خلصت المطبخ وما وريش فيه اي حاجه، على امل ان شاء الله ان انا اخلص دنيتي واخلص الشقه بدري بدري، وان انا احاول مثلا انيم بنتي شويه واقوم ابيض الانتريه، واحاول بقى ان شاء الله يقعد لي يومين ثلاثه كده محبوسين في اوضه معينه، عشان خاطر ايه، ما يعني هي بصراحه مفرهداني يعني في موضوع الحاجه لما بتبقى مبلوله وهتنشف مثلا في دهان او كده. عايزه اقول لكم المره اللي فاتت لما عملت الترابيزه قعدت يومين مثلا ولا حاجه، اليوم التالت لقيتها زحفت وراحت وقفت عليها، بقت تطبل عليها، بقت ايديها كلها، عايزه اقول لكم ان هي ايه، بقى فيها نقط، مش ايديها مش غرقانه، بس ايديها كده فيها نقط. فقلت لا دي مش امان خالص يعني. بصوا بقى هنا الغساله كانت خلاص، كانت قربت تخلص يعني، فقلت بعد ما تخلص بقى ايه، كنت عندي بطاطا كانت مثلا بقى لها يومين في التلاجة ولا حاجه، فقلت بنتي برضو الشجاع بالمره اعمليها، لان البنات بالليل بيبقوا عايزين ياكلوا حاجه مسكره يعني. بصوا بقى البطاطا دي بعملها ازاي، بحط البطاطا بقشرها وبحط عليها نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، وبحطها على النار بقفل عليها تستوي بقى، بتبقى حلوه بصراحه، بتبقى السكر مكرمل فيها، بتبقى جميله يعني، جربوها هتعجبكم. بصوا بقى هنا الغساله كانت خلاص كانت خلصت، فقلت بقى ايه ناخد الغسيل بالمره وانشره يعني، عشان يلحق برضو يتهوى، على اساس ان انا ايه يعني، عارفين انتوا لما تكونوا خلصتوا كل حاجاتكم وتلاقوا على بالليل مثلا شقه نظيفه الغسيل خلاص اتهوى وهتلموه كده يعني، وبالذات ان الجو كان حلو لما بيكون في نسمه هوا كده في الجو، بحب ان انا انشر جدا، لان بحس ان الغسيل ما بياخدش وقت، غير بقى لما تلاقوا الجو مغيم كده والدنيا واقفه، تحسوا ان الغسيل ده ممكن يقعد له يومين ولا حاجه على الحبل. فاي وقت الاقي الستاره بترفرف فيه كده، احس ان انا عايزه اخلص بسرعه واروح انشر الغسيل، يعني ايه ياخد له حبه هوا كده ويتهوى ويتحرك يعني شويه. إيه بص بقى هنا انا عندي دلوقتي الريسبشن، كنت انا فرشاه معاكم كل حاجه وكان تمام، لما البنات خدوا فيه امبارح السهره، عايزه اقول لكم يعني ايه، الدنيا باظت خالص. فقلت لا يعني إيه لو انا مش هسيطر عليه، مش يعني خلاص مش هلحقه، هتلاقوه بقى يعني وصل لمرحله ان انا عايزه بقى اشيل كل حاجه تاني واعمل كل حاجه من اول وجديد تاني، فانا مش عايزه اوصل للمرحله ديت. فايه انا امبارح بالليل قبل ما انام، قبل السهره كده كنت دخلت مشيت على الاوض كلها بالمكنسه وعدلت كل حاجه مكانها، لمينا اللعب وظبطنا الدنيا. البنات سهروا معانا في الصاله، فهي الصاله اللي اتبهدلت، وخدوا سهرتهم ودخلوا خلاص ناموا، فالدنيا عندي في الاوض تمام. تمام. فقلت بقى خلاص هي ما بقاش يعني ما كانش عندي مثلا غير المطبخ والريسبشن والطرقه، فقلت برضه اخد الطرقه تلميع، يعني مش تلميع بالمكنسه كده في السريع يعني، على اساس برضه ان هي ايه لو فيها تراب وفيها اي حاجه يعني محدش برجليه مثلا ينقل لي التراب ده في مكان تاني. انتوا عارفين لما يكون المكان متنضف ومكان مش متنضف، تحسوا اللي مش متنضف بيوسخ اللي اتنضف. فانا بقى ايه يعني خدت من جوه لبره، عشان اخر حاجه تبقى الريسبشن هي اللي معموله، فتبقى نظيفه يعني ايه وما فيهاش اي حاجه. عايزه اقول لكم كمان بديل السجاد دوت، انا كنت لسه معاكم شايفين الحته اللي بعمل فيها دي بالظبط، حاسه كده مبقعت شويه، بقعت من مين، بقعت من بنتي، لان هي ممكن تاخد مثلا السندوتش وتتحرك بيه في الشقه، فممكن تقعد مثلا توقعه، تيجي مثلا تقوم او تزحف فتدوس بايديها وبرجلها بركبها يعني عليه، فاللي هو لحقتي ما لحقتيش. حتى يعني مثلا لما قاعده في حته اقول لها مثلا ده مكانها، لا هي طبعا مش واعيه للموضوع ده، شايفين هي تقريبا متضايقه من ان انا بتكلم عليه. بصوا بقى ده الريسبشن، عايزه اقول لكم بصوا كانت معركه. بصوا هي عندها برضو عاده كده، ان الترابيزه من ساعه ما اتحطت وخلصت يعني بحط عليها مفرش وبحط عليها علبه المناديل، لو شافت المفرش وعلبه المناديل دول محطوطين يعني بصوا ان انت تتقلب، حاجه كده بتاكلها، اللي هو لازم تزحف تروح تشدهم كلهم وتوقعهم على الارض، فاللي هو بتوقعهم على الارض، ما بتلعبش بيهم مثلا، بتوقعهم على الارض وخلاص تمشي وتسيبهم، بس ما يتحطوش قدامها على الترابيزه. طيب بصوا برضو انا هي علبه المناديل دي مش حاطه فيها مناديل ليه؟ طبعا خلاص عرفتوا ان انا لو حطيت فيها مناديل، كنت حاطه فيها مناديل في مره، وعايزه اقول لكم مثلا طلعت من المطبخ لقيتها
كميه مناديل على الارض حرفيا، نص العلبه هي بتاخد وترمي، تاخد وترمي، تاخد يعني حرفيا نص كيس المناديل مثلا، قولوا 100 منديل مثلا مرمي حواليها، وعماله تلعب بيهم، وكانت كانت الدنيا هايصه. انا وصلت للمنظر اقسم بالله يعني اتخضيت. الموضوع ده كان بيحصل زمان مع ولادي، بس اللي هو الواحد كبر شويه فنسي. فلما بقى هي جت في حاجات كتير الواحد بتتعدي يعني عليه، اللي هو احنا كنا نسينا الحاجات دي بقى خلاص. فربنا يبارك لي فيها يعني يا رب، وبهدل ونعيش بقى ونروق ان شاء الله. بصوا بقى هنا لمعت خلاص، ابتديت بقى المع كل حاجه وارجعها مكانها. هي بيقول لكم هي الريسبشن نضيف وكل حاجه، بس هو بقى مطرح الفشار اللي يعني اتنشر في الشقه كله. بصوا بقى يعني هم الفشار على الانتريه على السجاد، والله العظيم انا في فشار وجايباه من على السرير جوه، ما اعرفش وصل ازاي الاوض، بس يعني اهو ربنا يخليهم يا رب ويحفظهم يعني. فقلت بقى خلاص بقى بالمكنسه بصراحه سهلت عليا كتير، ان انا يعني كنت الاول قلت هكنس، وبعد كده قلت بالمقشه يعني. قلت لا هي مش مستاهله، انا بخلي المقشه دي للكنس الحاجات اللي مثلا لو في مناديل، في مثلا حاجات كبيره على المكنسه، ان هي ما تخش في المكنسه. انما لو فتافيت كلها يعني فتافيت فشار او كده بتتسحب عادي في المكنسه عادي يعني، وما تبقاش قلقانه على المكنسه يحصل لها حاجه او تبوظ يعني او كده. وقولي لي برضو ايه رايكم في النظام اللي هو عملته دوت، ان انا جبت الكرسيين بدل ما كانوا محطوطين يعني في النص الصاله كده وفي مكانين تتحركوا منه، لا حطيتهم يعني فتحت وحطيت واحده على يعني واحد على جنب كده، حطيتهم الاتنين بميله. تمام. بصوا انا برضو الكاميرا لما اخلص هجيبها لكم من بعيد هتشوفوا قصدي ان انا حاطه الكرسيين بميله كده، ان هم ما يبقوش يعني البنات بتعرف تتحرك بسهوله، وفي نفس الوقت هم يعني الكرسيين تحسوا ان هم قاعدين برضو معايا في الريسبشن. يعني يعني اللي قاعد بيبقى برضو وشه لينا في الريسبشن مش بعيد مثلا او جنب بعضنا مش شايفين وش بعض. بصوا هوريهولكم اكتر برضو دلوقتي لما تيجي الكاميرا عليه. بصوا بقى هنا كنت خلاص بقى بعمل اخر حاجه في الكراسي، وبحط بلم حتى لو لقيت في شرايع ولا حاجه على الشلته من فوق بتاعت الانتريه بلمها برضو معايا يعني بالمكنسه، كله بالمكنسه بصراحه سهلت عليا كتير. بصوا برضو قلت اعمل الجزئيه ديت اللي هي يمه البلكونه برضو، قلت برضو اسحب منها يعني اي تراب او اي حاجه حد طالع من البلكونه افشارات نطرت هناك او كده، لميت كله على طول يعني. وبصراحه المكنسه بتسهل عليكي كتير يعني. بس برضو يا بنات ما تسهوش على المكنسه بتاعتكم، يعني كل اسبوع عايزه ان هي تتفضى وتتنضف وكده، عشان انا في مره المكنسه وقفت مني جدا واتخضيت خضه ما اقولكوش، وفي الاخر طلعت ان هي كانت بس كانت مليانه. بصوا بقى النظام كده يعني، قولوا لي برضو ايه رايكم في النظام كده بعد ما اتعمل. كده خلاص خلصنا الريسبشن يعني الترويقه السريعه ديت، كل حاجه خلاص رجعت في مكانها، احساس حلو بالراحه وكده. فبرضو قولوا لي النظام ده كده ايه رايكم فيه، ان الكرسيين على جنب وان في مسافه حد يعدي بينهم. بصوا النجف ده ان شاء الله برضو لسه هنركبه، فبرضو حاطينه هنا كده مؤقتا يعني. بعتذر منكم والله على صوت بنتي اللي عامله دوشه في الفيديو دوت. بص بقى هنا كنت انا اول ما جيت نقلنا هنا من شهر كده مثلا ولا حاجه، كنت ساعه العزال يعني والفرش وكده. فجوزي جه قال لي واحد صاحبي عندي في المكتب عايز يعمل يعني دعوه الكتب كتاب بتاعته، فعملتها له وصممتها له، وهو خلاص راح طبعها وجهزنا الحاجه وسلمناها لصاحبه يعني وكده. فعدى عليه شهر فانا نسيت الحوار ده خالص. فجوزي امبارح قال لي ده انا عندي فرح يعني وكده كاتب كتاب، فنزل الكاتب كتاب وجه لقيته بيديني دي، فبقول له ايه ده، الله شكلها حلو، دي قريبه قوي من التصميم اللي احنا بنعملها. قام بص لي وضحك كده قال لي قريبه يعني مش هي؟ قلت له هي. قال لي مش فاكره اسمه عمر وسحر ده؟ قلت له عمر وسحر؟ قلت له ده احنا كنت عاملاها من شهر. قلت له بقى مش من شهر، قلت له ده انا عاملاها من فتره. قال لي فتره ايه ده، هو شهر؟ قلت له شهر. قال لي انت ازاي نسيتيها كده؟ قلت له انا ناسيه اصلا، عينك نسوني انا اكلت امبارح، هفتكر الشغل اللي انا اشتغلته من شهر. ففرحت بيها اول لما لقيته جايبه يعني وكده، وان هي اتوزعت على خير يعني. فقولوا لي ايه رايكم بقى في التصميم بتاعي وفي التقفيل والشغل وكده. يا رب يعجبكم. انا بصراحه فرحت بيها جدا، ليه؟ لان يعني عارفين انت كنت ناسياها ومره واحده جت قدامي، فاسمه دوت. فبس راحه لا عجبتني يعني. هي بص عباره عن كارت كده وبنحط فيه التصميم وبحط فيه شوكولاته بلزقها وسبحه، وفي ناس بتحط سبحه الكترونيه برضو. بس وبنحط بقى عارفه كيس الصباع ديت بنقفل فيها الكيس يعني كده. بس كان شكلها كده، فقلت اوريها لكم بقى يعني بالمره. استنى بقى اللايك بتاعكم والكومنت، وكومنت يقول لي بس فيه ومتشجعه واعملوا الانتريه. ماشي. ده كان الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم على خير ومع السلامه.